السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. بص يا سيدي، مبدئيا كده أنا كنت قاعد بقرأ في القرآن، بالتحديد في سورة التحريم، وأول ما وصلت لآخر آية أنا اتصدمت. تعالى كده واقرأ معايا آخر آية في سورة التحريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. قانتين واحدة واحدة كده، هي ما عدتش عليا ازاي دي قبل كده؟ انتوا عارفين الآية دي عدت عليا كام مرة سماع وقراءة؟ الآية بتتكلم عن السيدة مريم عليها السلام بصيغة الغائب، والكلام كله مؤنث، يعني التي وأحصنت وصدقت وكانت، يعني الآية كلها بصيغة التأنيث. ازاي بقى لما جه الوصف الأخير ربنا قال القانتين بصيغة التذكير بدل القانتات؟ وهنا بدأت أراجع نفسي. هنا بقى راح الشيطان لقى شباك كده يوسوس لي منه وقال لي ايه ده؟ دي غلطة دي ولا ايه؟ قلت لنفسي مستحيل تكون غلطة، اكيد وراها حكمة. فقعدت افتش وادور عن السبب، وسألت احد اساتذتي في اللغة العربية ورد عليا على طول ان في علم من علوم اللغة اسمه علم البلاغة، بان في حاجة في البلاغة اسمها التغليب. يعني بكل بطاطس، لو دخلت مكان فيه ولاد وبنات ولقيت ان عدد الاولاد اكبر من عدد البنات، لما تيجي تقول ازيكم يا اولاد، هنا انت عملت تغليب للمذكر على المؤنث، وده هو الغالب والشائع استخدامه، والعكس صحيح. ولله المثل الأعلى. لما تيجي هنا نبص للآية ونلاقي إن مشكلتنا في الفهم كلمة القانتين. السبب بقى إن فعل القنوت ده اللي هو الطاعة لله والخشوع والخضوع أظهر في الرجال منه في النساء، والعكس صحيح، أي أنه يغلب على النساء قلة أو ضعف الخضوع شوية يغلب. فهنا تيجي قمة البلاغة والفصاحة عشان تقولك إن القنوت بتاع السيدة مريم ده مش قنوت عادي، لا، ده القنوت بتاعها ارتقى لمنزلة تضاهي وتناطح قنوت الرجال. يا الله على روعة البلاغة. طب ما لاحظتش الآية دي كمان كانت بتتكلم عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. خدت بالك؟ يقنت من كنا، يقنط تذكير من كنا تأنيث. ازاي؟ هي بنفس المبدأ يا جميل. ولما قعدت استوعب روعة الكلام ده افتكرت شهادة الوليد بن المغيرة في بلاغة القرآن الكريم، هو من ألد أعداء الإسلام. بيقول لك والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يعلى عليه وإنه ليحطم ما تحته. تفتكر انت بقى واحد زي ده قريش بقى هتعدله كلامه بالساهل وهو من زعمائهم من ألد أعداء الإسلام، وهو قاعد عمال يمدح في الكلام اللي هم بيحاربوه أصلا؟ ده انت تبقى طيب قوي. حط اللايك يا باشا واشترك في القناة، الاشتراك مش بفلوس والله. ولو عايز نعمل لك حلقة مخصوص عن الوليد بن المغيرة اكتب لي تحت في التعليقات. وأي حاجة تتعثر عليك في فهمها في اللغة تعالى قول لي عليها وهتلاقيها بإذن الله نازلة لك في أقرب وقت، وهحاول بقدر الإمكان أشرحها لك بأبسط الطرق. يلا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.